يعني ما سألتنيش وقفنا فين في الحدوتة؟ مولاي. نحن هنا. أنا معاكي. لا، ده أنت مسافر بعيد قوي. رحت فين؟ بفكر في مسألة كده شغلاني. وأنا اللي افتكرتك هتقولي بفكر فيكي. إيه اللي شاغل بالك؟ بفكر إزاي الواحد يعمل حاجة يكفر بيها عن الماضي اللي عامل له إزعاج. فكرة هايلة طبعا. فكرت أعمل حصر لكل البنات اللي أمرت بقتلهم وأعوض أهاليهم بالمال. تصرف نبيل طبعا، بس لو اكتفيت بكده يبقى كأنك بتعوض الناس دي عن دم بناتهم بالمال. طب أطلع على الملأ قدام المملكة كلها وأطلب العفو من أهالي البنات دي، ده بجانب تعويضهم المادي طبعا. كويس الاعتذار وطلب العفو، فكرة ما كانتش مطروحة عندنا قبل كده، بس الأفضل إن احنا نترجم ده بطريقة عملية. إزاي؟ نعمل أعمال خيرية من مالك الخاص، مش من خزينة الدولة. وأنا ما عنديش مانع. شوفي إيه هي الأعمال الخيرية اللي ممكن تتعمل، واعتبري مالي هو مالك الخاص، واصرفي منه زي ما أنت عايزة على الأعمال دي، بس بشرط. شرط إيه؟ اوعي تفكري في يوم تبعدي عني. أنا عمري ما أقدر أبعد عنك.